اسبوع جديد من الدوري الانجليزي وتاني ماتش في الاسبوع. توتنهام وبورنموث. حقيقي ماتشات بورنموث مش الطف حاجه في البدايه. تالت ماتش بتخبط في توتنهام فايقه جايه بعد فوز 2-0 على مانشستر يونايتد على ارضها، ومش فوز كان اللي هو كان بصعوبه او بشق الانفس زي ما بيقولوا، لا ده فوز بايه، باللي هو داسوا على وش مانشستر يونايتد. واي حد شاف الماتش يقدر يقول كده، مش عشان انا جاي على مانشستر يونايتد يعني. فكان ماتش بالنسبه لتوتنهام في الفوق اللي هي فيها دي ماتش كويس، ماتش حلو، خرجوا بكلين شيت للماتش التاني على التوالي. ماتش كان هوم، ماتش الاسبوع ده كان اوي قدام بورنموث، فريق مش اقوى حاجه ولا توب 10، بس فريق كان ممكن ينتشك في جون، كان ممكن يسخف عليك ويخلص لك الماتش تعادل. بس حلاوة توتنهام فين؟ ان هي معاها مدرب بسيط ما بيتفلسفش. اراهنك واراهن اي حد كان بيتفرج على توتنهام اول ما كان مشي، اي حد توقع ان هيكون الضغط كله على سون. ذكاء المدرب ده من وجهة نظري ان هو خرج سون من البابل دي او الفقاعة دي، ان هو لا يا معلم انت خالص ما عليكش اي ضغط، عادي خالص، ده كان مهاجم وانت وينج فانت هتلعب وينج. اما كون ان انت اللي هتبقى انت الخارق اللي بتاخد الكرة من نص الملعب وترقص 2-3 وتروح تحطها جون، لا انا مش عايز منك كده خالص. وده اللي مخلي سون مش بيظهر في لقطات هجوميه كتيره وبيروح يجيب اجوان او اسيستات، بس موجود في الملعب. مش هتحس بقيمه سون في الملعب في تشكيله توتنهام مع الراجل ده غير لما تشيل سون، هتحس بعقم. حتى هو مثلا لما بيخرج ريتشارلستون اللي هو بيلعب بيه راس حربه صريح، بيلعب سون في النص. يعني هو بيجي ان هو يخرج مهاجم عن ان هو يخرج وينج، وان ريتشارلستون بدنيا كدوري انجليزي اقوى من سون فهو المفروض محتاجه، لا هو بيبقي على سون ويلعبه كمهاجم ساقط او مش مهاجم رئيسي بس اللي هو ساقط لتحت، وبيخرج ريتشارلستون. حظ توتنهام هيبقى مش سما لو ريتشارلستون مسك فورمه. ريتشارلستون النهارده كان قريب ان هو يجيب جون، كان قريب ان هو يعمل اسيست. ريتشارلستون لو مسك فورمه مع اداء توتنهام اللي هو بسيط بس بيلخص ويجيب من الاخر، توتنهام هتروح في حته تانية. دي من وجهه نظري. توتنهام دلوقتي عندها خط وسط مكون من بسومه وصار، من اقوى خطوط الوسط اللي ببلاش الا ربع في الدوري الانجليزي. من اقوى خطوط الوسط باك شمال باك يمين بيدرو بورو. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الواد بلسم، ما تحسش بيه مره واحده تلاقيه بيخلص كرة من عند الكورنر وبيجيبها ضربه جزاء للفريق والكرة ترجع تاني. مره تاني تلاقيه بيزيد في زياده هجوميه ويعرض وممكن يبقى اسيست. ماتش مانشستر يونايتد شفنا شاط وكان ممكن يجيب جون في اي لحظه. للاسف هرجع واقولها، وينج خساره في توتنهام الصراحه يعني. ده بالنسبه لتوتنهام. ماديسون متفوق على نفسه بطريقه بشعه. ماديسون يعني سالوا كيفن دي بروين، فجابوا له مين؟ جابوا له اوديجارد وبرونو وماديسون، وقالوا له ايه رتبهم، فحط برونو في الاول وحط اوديجارد في الثاني وحط ماديسون في الثالث. فسالوه ليه ماديسون في الثالث؟ قال لهم انا محتاج اشوف ماديسون في فرقه كبيره. يعني هنتغاضى ان هو شايف ان توتنهام فرقه كبيره مع احترامي يعني. الكرييشن البوسيبيليتي بتاعت الكرييشن بتاعته عامله ازاي، قدره الابداع بتاعته عامله ازاي. فماديسون فعلا بيحرك الفريق. ماديسون بيحرك يمين، بيحرك شمال، بيسقط، بيعمل اسيستات بالعبيط، بيروح يجيب هو الجون، بيتحرك ما بين المدافعين بسلاسه رهيبه. يعني لدرجه تحس يا عم دي اوفسايد، لا تكتشف ان هي مش اوفسايد. فماديسون مكسب لتوتنهام اكتر ما توتنهام مكسب لماديسون. ده من وجهة نظري ان توتنهام هتكسب من ماديسون كتير جدا كتير جدا كتير جدا. عجبني برضو ان محدش بيهوه ومحدش بيعترض. ريتشارلستون بيخرج من الدقيقه 70 مفيش اي حاجه خالص. ده ريتشارلستون برضو اتيتيود وغجري. ريتشارلستون بيخرج في صمت خالص. بريزيتش بينزل بيلعب وش رجله من للباك الشمال، اسيست جميل، جون. لعب بسيط سهل على الارض رايح جاي. مفيش السرعه اللي احنا متعودين عليها من اداء توتنهام مع اي مدرب من المدربين اللي سبقت الراجل ده، اللي هي الكره العاليه، كون يستلم سون يروح يمين وشمال ويلعب السرول كين وكين يجي جون. لا، اداء جماعي يحترم من توتنهام في ماتش النهارده. 2-0 يخرجوا بكلين شيت من ملعب برضو
رخم، ملعب بورنموث ملعب بره ارضهم، كل ده بيدي كريدت للراجل، بيدي ثقه للجمهور، بيدي ثقه لاختيار ملاك النادي للراجل ده كمدرب ان هم اختيارهم صح. ما جراش وعيط وقال لا انا عايز مهاجم عايز مهاجم عايز مهاجم مكان توتنهام، مع ان مكان سوري هاري كين، مع ان صراحه اي مدرب في مكانه يا عم طب هات لي مهاجم بنص فلوسه، هات لي مهاجم ب50، هات لي مهاجم ب60، ما تجيبليش مهاجم ب100. بس هو ما عملش كده. عاجبني الصراحه ان هو معتمد وموظف كل الفرقه صح. الفرقه عارفه امتى بتتقدم وامتى بتتاخر. توتنهام لو فضلت على كده وهي عندها دوري بس وهتلعب كاراباو واف اي كاب، توتنهام هتقفل السيزون ده في بوزيشن حلو. مش بقول لك اللي هي هتنافس اول وتاني دوري، بس هتبقى بوزيشن حلو وهتخش تشامبيونز ليج. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل لتوتنهام في ماتشاتها الجايه. ده كان كل حاجه من وجهه نظري ليها علاقه بماتش توتنهام. شكرا، اشوفكم على خير.